هو الجزء الثاني لفيلم دون، ويعتبر هو السينما ايفنت لسنه 2024. وقت ما اتعرض العالم كله كان بيتكلم عنه، ودي حاجه طبيعيه جدا لان الفيلم ده عارف ازاي يخلي الناس تتكلم عنه، سواء من محبي السينما او غيرهم. بالظبط كانه هو نسخه الافلام من جيم اوف ثرونز. ليه بقول كده؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم دون بارت 2 هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط. اجاوبكم على سؤال، هو ليه نجح؟ كالعادة أوضح سبب لأن الناس كانت بتتكلم عن الفيلم ده هو إنه زيه الجزء الأول، الفيجوالز فيه جاية من عالم تاني، لكن زي ما انتم عارفين الأفلام ما بيبقاش فيها فيجوالز بس، الى جانب ان دي حاجه بصراحه مش تحت سيطرتنا احنا، دي شغلانه ناس تانية. اللي بتكلم فيه هو ان الفيلم مكتوب بطريقه بحيث ان هو يسيب معاك علامه، الشخصيات سايبه علامه لان هي بتلعب في مستويات عاليه، السيكونس سايبه علامه لان فيها تفاصيل بتديك تجربه جديده ومميزه، الحبكه سايبه علامه لانها اخذت قرارات جريئه جدا هاريت دلوقتي ما تتجرأش تاخدها. وبما ان الحاجات دي تحت سيطرتنا احنا كمؤلفين وصناع افلام، فتعال اقول لكم ازاي تعمل فيلم يخلي الناس تتكلم عنه وتفكر فيه. تعالى لما اقول لك ازاي تعمل فيلم زي جيم اوف ثرونز. اول حاجه الفيلم عملها علشان يرفع الشخصيات وتسيب معاك علامه هو انه كان بيلعب بالباور داينامكس علشان يرفع الشخصيات لمستوى عالي. اوضح مثال على كده هو شخصيه باتيستا جنرال هاوس هاركنينج اللي من الفيلم اللي فات. تعال اما اوريك قصدي. في بدايه الفيلم كان محافظ على وضعه كالبيج دوج ان يارد، لما كان بول والفريمن بيهاجموا منشآت التوابل في الكوكب هو اللي كان مهووس بانه يعرف مكانهم ويعدمهم، وبدأ يتجنن بسبب الهوس ده. لو بلغت اخبار وحشه هتموت، لو ما عملتش شغلك هتموت. في قلق في كل مره باتيستا بيظهر فيها على الشاشه لان هو اتجنن، علشان كده بقى في قلق على بول واصدقائه لو اتقبض عليهم. ولما باتيستا قبض على بول اخيرا ايه اللي حصل؟ الباور داينامكس اتغيرت، حركه بول لوحدها خلت غضب باتيستا يتحول لخوف، هرب زي العيل الصغير وخرج من المكان بالعافيه. اللي حصل ده ممكن يحسسك ان احنا ضيعنا شخصيه باتيستا، ودي حاجه هنتكلم عنها بعدين، لكن اللي حصل فعلا هو ان بول مستواه علي على حساب باتيستا. الخوف اللي على وش باتيستا بيعرفك مدى القوه اللي موجوده في حركه بول. هو ما عادش العيل الصغير اللي بيلعب، لا دلوقتي بقى ليه شأن، دلوقتي بقى بيلعب في مستوى اعلى من اللي كان عليه في الفيلم اللي فات. وبالشكل ده عن طريق ان احنا قلبنا الباور داينامكس اللي جهزنا لها في الجزء اللي فات وفي بدايه الفيلم، مستوى البطل بتاعنا اترفع. المثال الثاني هو إلفيس هاركنينج اللي تم استدعائه علشان يبقى بديل باتيستا. احنا جايز ما نعرفش عنه حاجه، لكن بفضل الشيفت في الباور داينامكس اتعرفنا عليه بسرعه في اول لقاء. اللي حصل هو ان إلفيس متعود ان هو يحارب اتريديس فايتر متخدرين، لكن المره دي الوضع مش بالبساطه دي. النهارده إلفيس محتاج يبقى اكبر من اللي كان عليه امبارح، بيحارب اتريديس فايتر مش متخدر، بيشيل البادي شيلد، ما بيقبلش المساعده مهما كانت الظروف، وفي النهايه بيفوز بسهوله. الفكره مش ان هو تفوق على المقاتل اللي كان بيواجهه، لان المقاتل ده احنا اساسا ما نعرفش هو المفروض يبقى قوي ولا لا. الفكره في ان القوه شيء نسبي. في بدايه الفيلم إلفيس في نظرنا كان في مستوى، لكن بفضل الشيفت على حساب شخصيات تانية بقى في مستوى تاني. هو شخص هيواجه لما يحتاج يواجه، شخص ما بيخافش حتى من عمه. دلوقتي مستواه اعلى مما تخيلنا انه هيكون، وهو ده المفتاح عشان ترفع من مستوى شخصياتك. حقيقة ان الباور از ريلاتيف، القوة شيء نسبي. لما ترفع شخصياتك فوق بعض كل شوية ده هيرفعهم لمستوى عالي، بالظبط زي جيم اوف ثرونز. ديدان الصحراء كانت شيء مخيف،
لكن دلوقتي بقوا ادوات بيستخدمها ابطالنا، وده بيعرفنا القوه اللي بيتحكم فيها الفريمن في الصحراء. إلفيس يبان ما بيخافش وما بيركعش لاي حد علشان ساحره تيجي تتلاعب بيه كانه عروسه بخيوط، وده بيعرفنا القوه اللي بتتحكم فيها الساحرات دول. الفريمن كنا متخيلين انهم قبيله محليه مستخبيه في حفره في الصحراء في مكان ما، لكن دلوقتي عرفنا ان في جيوش منهم مستخبيين في الناحيه التانيه من الكوكب، وده بيحسسك انهم قوه اكبر مما كنت تتخيل. افضل طريقه تبني بيها الشخصيات والعناصر هو على حساب شخصيات تانية وعناصر تانية، وطالما لسه بترفع شخصياتك فوق بعض حتى لو كنت رفعتهم قبل كده، ده هيخلي الشخصيات توصل لليفل الناس تتكلم عنه. تاني حاجة الفيلم عملها عشان يرفع السيكونسز ويخليها تسيب معاك علامة هو انه كان بيملاها بتفاصيل تتخطى قيمتها السطحية. تعال نوريك قصدي. لو بصينا على اول هجوم على عمليات التعدين على سبيل المثال، فالوضع يبان سطحي جدا في الاول. بول واصحابه لازم يستخبوا في الرمل ويفجروا الآلة الكبيرة وبس كده. ايزي. لكن لا، مش بس كده، على ارض الواقع الوضع مختلف. في تفاصيل اتضافت للسيكونس علشان ترفع من قيمته. الآلة معاها دعم جوي فلازم نقرب علشان ندمره لان مفيش كفر في الصحراء نستخبى وراه. الآلة معاها حراسة فاننا نقرب للآلة اساسا مش شيء سهل. الآلة نفسها خطيرة فالحركة جنبها لازم تكون بحساب. وبتجميع الحاجات دي كلها بتتبني الإثارة في السيكونس. صوت المحركات اللي حوالينا واحنا بنتحرك عشان ناخد موقعنا، خطر الحراسة اللي بيخلي مفيش وقت كافي علشان نركز على الدعم الجوي، القوة الفتاكة للدعم الجوي اللي بتخلي الطريقة الوحيدة للنجاة منه هي عن طريق اننا نتحرك في خط النار. اساس مشهد الاكشن ده بسيط جدا وبدائي، لكن مع بعض الاضافات اتحول لتجربه فريده ومميزه فعلا تقدر تحس وتستمتع بيها. مثال تاني هو الورم رايد لبول اللي على الورق برضو مشهد بسيط. بول هيستدعي الدوده وينط فوقيها وهيسوقها وبس كده، الا ان مش ده اللي حصل بالفعل. في تفاصيل اتضافت للسيكونس علشان ترفع من قيمته. اولا الدوده كانت كبيره جدا علشان كده اننا ننط فوقيها هيبقى شبه اننا بننط من فوق جبل والجبل ده بينهار. بعد كده وقبل ما تفكر حتى في انك تسوقها هتكتشف ان قوه الريح اكبر مما كنت متخيل. الرمل بيخبط فيك بقوه لدرجه ان شبه مستحيل انك تقف على رجليك، ولو عملت ده بطريقه ما فطلع ان في طريقه اصلا عشان تسوق الدوده. انت مش بس واقف وسايقها، لا انت محتاج تحدف خطافات علشان تفتح مجرى التنفس للدوده علشان تفضل على السطح. وتجميع التفاصيل دي اللي قدمت مشهد فريد من نوعه. وانت قاعد بتتفرج على مشهد زي ده خصوصا اي ماكس هتلاقي نفسك مذهول من قوه المشهد اللي قاعد بتتفرج عليه، لانها ببساطه شديده تجربه جديده وفعلا فريده. وزي ما خافير باردان قال it is as written، انت لازم تكتب مشهد زي ده. انك تبتكر كول سيكونس دي حاجه كويسه، ولكن ده لسه نص الطريق. النص التاني جاي من التفاصيل. لازم تكتشف الحاجات المميزه في المشهد بتاعك وتوضحها بشكل كامل، سواء تفاصيل كبيره او صغيره، اي حاجه تخلي المشهد بتاعك مميز. كلنا شفنا سيكونس الاشرار بيموتوا فيها، دي حاجه مش جديده. الفكره هنا ان بول ووالدته بيحموا نفسهم من الجثث بتقع فوقيهم زي المطر. الفكره في انهم مش مسلحين في مواجهه الموت، هو ده اللي خلى المشهد مميز. كلنا شفنا سيكونس فيها جيشين بيواجهوا بعض، لكن هنا الوضع مختلف. بول بيفجر الجبل ورا الاعداء، بعدها بيبعت لهم الديدان ويخلص على اللي فاضل منهم، وكل ده بيحصل والجيشين بيواجهوا بعض. بالشكل ده حتى لو كنت شفت مليون فيلم حروب فانت استحالة تكون شفت مشهد بالشكل ده. اللي عايز اوصله انك بعد ما تفكر في السيكونس بتاعك تبتدي تفكر في ايه اللي ممكن يخليه مميز، سواء كان فايت سين وقت الخسوف، او مشهد جلاديتور على كوكب ابيض واسود، او مشهد كمين وسط سحابه غبار بعد انفجار صاروخ، او مجموعه جنود فوق بعض لدرجه ان خطر الموت جاي من الغرق في الطين. اي حاجه كبيره او صغيره، اي حاجه تخلي السيكونس بتاعك مميز وسط المشاهد البيزك اللي بالشكل ده. السيكونسز بتبقى as written in details، فاكتب التفاصيل دي بعنايه.
تالت حاجه الفيلم عملها عشان يرفع من الحبكه بالكامل ويخليها تسيب معاك علامه هو انه اخذ قرارات سرد وقصصيه جريئه جدا ما عادش فيه افلام بتاخدها دلوقتي، وهو اختيار انها تضحي بحاجه علشان مكسب لسه هيجي قدام. تعالوا نوريك قصدي. باتيستا وقع علشان يرفع ناس تانية، هي ممكن تكون خسارة لكنها كالكيوليتد. باتيستا بيقع علشان إلفيس يترفع، باتيستا بيخاف علشان بول يبقى مخيف، باتيستا بيموت علشان ننتقم لعائلة اتريديس. الفيلم بياخد تضحية تكتيكية علشان مكسب في المدى البعيد. الديدان ما عادتش وحوش مخيفه زي ما كانت في الجزء الاول، دي خساره لكنها رفعت الفريمن كممثلين لقوه الصحراء. اللي لازم تفهمه كصانع افلام هو ان الافلام اللي بتسيب علامه مع الناس هي الافلام اللي بتلعب لعبه الاختيار. علشان الصاروخ يطلع لفوق في حاجه لازم هتقع لتحت، زي المعركه النهائيه على سبيل المثال. انا كنت سمعت ناس بتشتكي انها كانت معركه من طرف واحد وخلصت بسرعه، مفيش اي صراع موجود في المعركه، كاننا ضيعنا فرصه كان ممكن نطلع منها حاجه كويسه، ودي حاجه انا عارفها وفاهمها. احنا قعدنا وقت طويل علشان نبني الامبراطور كاقوى فورس في المجره بالجيش الاقوى، ودلوقتي ظهر علشان يخسر من قبل ما يتضرب. حتى حراسه الشخصيين مالهمش اي لازمه دلوقتي لدرجه ان هزيمتهم مش محتاجه نشوفها على الشاشه. لكن في نفس الوقت تعال نبص على الجانب الاخر للاختيار ده، جانب بول. قصه الفيلم بشكل عام عن بول ورحلته للحصول على القوه، وان الثيرد اكت بينتهي بالشكل ده بيخلي الوصول للقوه دي ليه تاثير. لما بنشوف بول بيستخدم جيش الطائفه الدينيه اللي معاه علشان يساوي اعدائه بالارض، بيبقى واضح القوه اللي وصل لها شكلها عامل ازاي، لان في اللحظه دي الشخص الوحيد اللي ممكن يهزم بول هو بول نفسه. احنا ضحينا بحاجه علشان نكسب حاجه تانية. الى جانب يا جماعه احنا كان في عندنا مواجهه قوية جدا ما بين بول وإلفيس اللي فيها بنشوف اختبار لشخصية بول من غير ما نقلل من قيمة الجيش اللي واقف وراه. وعلشان اكون واضح انا بقولكش انك لازم تاخد كريزي تيرن في كل حاجة في القصة، لان دي حاجة في الغالب ما بتعديش على خير، لان ده ممكن يقلب عليك الناس في ثواني. لا، هو اللي انا بقوله هو ان انت عشان تسيب تأثير فانت لازم تعمل حاجة كبيرة، ولكن لازم تاخد في الاعتبار هل المكاسب دي تستحق التضحية ولا لا. جيم اوف ثرونز قعد موسم كامل عشان يفرش الترابيزة علشان في نهاية الحلقة الأخيرة يقلب الترابيزة في 1 مونتاج. ودي قوة، دي حاجة تخلي الناس تتكلم عنك، دي تضحية كانت تستحق. الفيلم ده ممكن يبقى مربك شوية مع النبوءة والأم اللي بتكلم بنتها اللي ما اتولدتش، وغالبا نص المشاهدين مش هيفهموا حاجة من اللي بتحصل، لكن في نفس الوقت الحاجات دي عملت جو غريب مش هتلاقيه في أي حاجة تانية، علشان في النهاية الجو العام للفيلم هينسيك الارتباك اللي عندك. هي حاجة غريبة من الفيلم اننا نبعد عن البطل علشان نضيع 20 دقيقة كاملة مع جانب الشر، ده شيء مش معتاد في الافلام اللي بتكلف فوق ال 200 مليون دولار. رؤساء الاستديوهات ممكن يقتلوك قبل ما يسيبوك تعمل حاجة زي كده، لكن في المقابل بنشوف رحلة شرير كاملة بتتوافق مع رحلة البطل، وده اللي بيخلي المواجهة الأخيرة اللي بينهم قوية. احنا اخترنا نضحي ب 20 دقيقة لكن المكسب كان يستحق. اللي عايز اوصل له هو ان في صناعة ما عادتش بتاخد اي مخاطر، فاهم حاجة انك تعرف تلعب لعبة الاختيار. بدل ما تختار أأمن بيلوت بوينت ممكن تكتبها، ابدأ دور على الحاجات اللي ممكن يبقى فيها شك، وهنا تبدأ تحسب هل التضحية تستحق ولا لا. اختار غلط ونهايتك هتكون زي الجزء الاخير من جيم اوف ثرونز، لكن لما اخترت صح فيلم دون بيقول لك انك هتبقى كويس. وهو ده فيلم دون بارت 2. الجزء الجاي من الفيلم هيكمل روايه دونز مسايا، وصدقوني الاحداث اللي جايه بعد كده هتزعل ناس كتير، علشان كده انا متحمس جدا اعرف الفيلم هيتعامل معاها ازاي. فلو بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه في منه كتير قوي على القناه، دي حاجات تانية محتوى تاني ممكن تبص عليها برضه. وانت هناك بالمره بقى اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش تاخد بالك من النصايح دي علشان فيلمك الناس تتكلم عنه.